السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى خلوكم معايا واحدة واحدة كده. خلينا بقى نعمل وصفات حلوة كده ووصفات رمضانية زي ما بيقولوا، واحدة واحدة كده، ومفيش حاجة صعبة وكل حاجة سهلة كده. قلنا النهاردة ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنعمل شوية رز بلبن، بس غير بقى كلهم عايزين رز بلبن، بس في الاخر هعمل ايه؟ خلوكم معايا. بصوا كده، انا حطيت شويه ميه على النار عشان هعمل برضو يعني حبه حلوين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا غسلت الرز كويس، فلازم يا جماعه علشان تعملي الرز يعني الرز بلبن فتحطي ميه تسلقيه الاول في الميه، ما تحطيش تسلقوش في اللبن، لا خليكي في الاول، واول ما خلاص قرب يخش على السوا بتحطي كميه اللبن بتاعتك. فاهميني؟ كده زي ما انتوا شايفين غسلت الرز مره واتنين وتلاته لحد ما خلصت خالص، لقيت الميه بتاعته بيضه. وبستنى طبعا حط حلة على النار، المية تغلي اللي في الحلة، وبعد كده بنزل بكمية الرز وتقعدي تقلبي كده بين فترة والتانية. على ما الرز بتاعك كده تحس انه خلاص دخل على السوا، بتبتدي تعملي ايه؟ بصوا بوريكم اللبن، بسم الله ما شاء الله. بصوا كله قشطة، كله قشطة الله، يعني بصوا ما شاء الله بجد لبن حلو قوي قوي. بتجيب اللبن من حد يكون موثوق منه، يكون لبن نظيف. وطبعا قبل ما بغلي اللبن لازم اصفيه، ايا كان بقى، حتى لو الواحده دي انا واثقه فيها جدا لازم بصفي اللبن. كده بصوا المقادير معانا مع بعض اهو. فانيليا، معايا الطواجن عشان هقول لكم هنعمل ايه، معايا زبده اللي هي السمنه البلدي، ومعايا جوز الهند. تعالوا بقى هنعمله النهارده بطريقه حلوه قوي قوي هتعجبكم، بجد جميل جميل يعني. خليكم معايا كده، بس اهم حاجه يا جماعه تنسوش ليا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كده خلاص بقى هو زي ما انتم شايفين، بوريكم كده الرز بدأ خلاص يطرى، هو يخش على السوا. الميه بتاعتي كل ما الرز بيستوي بينقص شويه، طبعا مش هزود حاجه لان انا بقيت الكميه كلها هعملها باللبن. باللبن، وبعدين اللبن مليان قشطه، يعني انا مش هحتاج ان انا احط قشطه. فاهميني؟ كله منه فيه يعني بخيره، بمعنى اصح مفيش حد خد منه حاجه او شال منه حاجه. في ناس بتشيل القشطه والحاجات دي بيسال عشان السمنه والحاجات دي. بصوا كده اهوت خلاص اهوت. هبتدي بقى ايه؟ هنزل بكميه اللبن. انا بوريهولكوا اهو، بصوا. حتى انتوا لو هتاخدوا بالكوا الرز خلاص يعني زاد اكتر من الاول. فاهميني؟ كده بقى احط كميه اللبن اهوت، وكان معايا كيس كمان اللي هو بخير وحطيته برضو علشان يبقى اللبن كتير كده. عايزه تعملي رز بلبن، بصوا اخدمي الحاجه، حطي لبن كتير وقشطه وعلى قد ما تقدري هتعملي الوصفه بتاعتك. بصي يكون عندك يعني استحملي واعملي كل مكوناتك بمعنى اصح. بصوا بوريكم القشطه، بسم الله ما شاء الله. بصوا كتيره في اللبن ما شاء الله. بوريكم القشطه اهي. كده بقى كل شويه بدي تقليبه خالص، يعني بقعد اقلب علشان برضو الرز مع اللبن مع الحاجات دي ممكن يلزق في الحله لو انت ما قلبتيش. خلاص بقى دخل على السوا، سيبته كده شويه لحد ما استوى خالص. بصي عشان بقى طعام الرز بلبن كده وتديله بقى ايه حلاوه كده وجمال، حطي زبده بلدي. يا سلام يا سلام يا سلام بيه. بص بيخليك الرز بلبن ده في حته تانية خالص. زي ما انتوا شايفين ما حطيتش كتير، حطيت شويه كده، وهبتدي اقعد اقلب بقى. اول بقى ما بيستوي بنعمل ايه؟ اول ما الرز بتاعك اتاكدت خلاص استوى في اللبن، ببتدي احط السكر. والسكر طبعا حسب الرغبه. انا طبعا حطيت الكيس كله من عدا ربعه كده، وقلت هشوف الاول يعني مسكر، احنا بنحبه يعني في المظبوط ما يكونش مسكر قوي. رجعت تاني حطيت بقيه الكيس، يعني حطيت الكيس كله على الكميه اللي انتوا شايفينها دي. حطيت كيلو من السكر، وهتقعدي بقى تقلبي فيه. ايه بقى اللي هيخلي بقى الرز بلبن كده في حتة تانية برضو؟ الفانيليا. حطي اكياس فانيليا على قد ما تقدري، اللي هي الفانيليا البودر، الفانيليا اللي هي السايلة، مفيش اي مشكلة عادي. كان دي او ديت بتخلي الطعم حلو قوي، بتخليك ريحة المطبخ رهيبة. يعني انا اولادي قعدوا يقولوا لي ايه الريحة دي يا ماما، بصراحة الفانيليا دي بتقلب الكيان الدنيا. حطيت ولا ست سبعة اكياس فانيليا. فانيليا بقى في ناس بتقولك اللي هي السايلة احسن، البودر احسن، الاتنين والله احلى من بعض. انا استخدمت دي ودي الاتنين برضو نفس يعني النتيجة. زي ما انا قلت لكم كده، انا كل شويه احط السكر احط السكر لحد ما خلصت الكيس ولقيت بقى خلاص السكر بتاعه مظبوط، او زي ما انتم شايفين، وبقعد اقلب. بصوا قوامه حلو قوي، بصراحه جميل جدا، طعمه حلو. هقول لكم بقى برضو على حاجه حلوه، انا بوريكم نوع الفانيليا اهو. اي فانيليا بقى، دريم، الفانيليا اللي هي القديمه، اللي كاس القديمه لو تفتكروها، اي حاجه بتدي طعم وريحه حلوه قوي. هعمل ايه بقى؟ هقول لكم بقى. في ناس بقى ايه، اما انا هدخل الرز بلبن في الفرن، طيب انا هحط المكسرات والحاجات اللي انا جايباها ازاي؟ بصي يا حبيبه قلبي،
اول ما الرز بتاعك بيستوي وبتحط السكر وبتحط القشطه بتاعتك وبتحط الفانيليا، بتبتدي بقى خلاص الرز استوى خلاص، ان احنا هنحط في الاطباق. هتبتدي تعملي ايه؟ هتحطي بقى جوز الهند، عندك سوداني، عندك زبيب، كل الحاجات دي هتحطيها وتقلبي. يبقى انت كده حطيتي كل المكسرات بتاعتك، بتبقى طعمها حلو قوي. اللي بيجي ياكل بالرز بلبن كده بالمعلقه بيلاقي المكسرات جوه الرز بلبن بجوز الهند بالحاجات دي. بس انا النهارده هعمل ايه؟ هحط جوز هند بس، مش هحط ولا سوداني ولا هحط زبيب. ليه؟ انا عايزه احط الحاجات ديت في الفرن، وهوريكم الطريقه سهله حلوه قوي قوي قوي، وهتعجبكم بجد. خلوكم معايا، هنودي الرز بلبن دي في حته تانية. فانت ممكن تقولي ايه؟ طب ما انت كنت يعني نسهل الموضوع شويه وتعملي رز معمر. ما هو هتحطي الرز في الطاجن وهتحطي اللبن وتحطي الزبده. لا، هم عايزين رز بلبن. الرز بلبن لما بيتعمل في الحله بيبقى له طعم تاني غير الرز المعمر. فانتوا زي ما انتوا شايفين رز بلبن سائل كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي احط اهو جوز الهند، حط كميه كبيره جدا بالطعم. الرز بلبن دي بيخليه خطير خطير خطير. بصوا انا حطيت كميه، بصوا انا حطيت ورجعت تاني حطيت من الكيس. انا عايزه كده الرز بلبن كده زي ما بيقولوا يتدلع كده، حاجه حلوه كده يعني، من الاخر فاخر من الاخر زي المحلات بالظبط. اهو كده خلاص اهو زي ما انتوا شايفين. هقعد بقى ادي تقريبا، بصوا من كتر الجوز الهند بسم الله ما شاء الله. اه اللهم بارك، حاجه بصوا زي العسل. هبتدي بقى اجيب الطواجن بتاعتي واعبي كل الطواجن بقى. في كل طاجن بقى على حسب الطاجن بتاعك متوسط صغير بتحطي بقى الكميه. وبعد ما بعبي الطواجن كلها ببتدي ايه؟ احط زبده بقى على الوش كده عشان يديني الوش الحلو زي البشاميل والحاجات دي. برضو هنشوف مع بعض واحده واحده كده. انا بوريكم الطاجن متوسط، مش كبير ولا صغير، في المتوسط. يعني ممكن الطاجن دوت اتنين، يعني اتنين ياكلوا في الطاجن. لو حد كبير ممكن الطاجن دوت. فانا هعمل ايه؟ في كل طاجن هحط كبشتين اتنين بس. اه انا بوريكم الحجم بتاعه. اه زي ما انتوا شايفين بقلب بقى اهو واحط كبشتين. عبي بقى كل الطواجن بتاعتي كده وارجع لكم برضو تاني. انا بوريكم اهوت برضو اهوت، وبمسح بقى كل الحاجات اللي نزلت من على الطاجن كده من بره، عشان الحاجات ديت بتتحروق يعني بتتحرق في الفرن. فما تخليش الطاجن بتاعك في حاجات من بره عشان ما تتحرقش منك في الفرن. انا بوريكم الكميه اهوت قد ايه، وبعبي وشكله جميل بصراحه ومليان. بصوا والله العظيم لبن وزبده وقشطه، فطعمه حلو قوي قوي. وكمان ايه؟ هندلعه بحته سمنه بقى من على الوش. اعبي كل الطواجن كده وحته سمنه بقى وارص كده ايه على الوش في الاخر خالص. وفي الاخر بقى انا مشغله الفرن عشان يبقى الفرن بتاعك حامي. لازم الفرن يشتغل قبلها بشويه عشان تحطي بقى الطواجن بتاعتك. بعمل ايه؟ ما بحطش في الفرن من تحت، لا انا بحط على الشوايه. ليه؟ لان الرز بلبن بتاعي مستوي وكل المكونات مية مية ومظبوطه. فانا عايزه ايه؟ عايزه الوش بس يحمر كده من على الوش. بس ندلع بس ايه الطاجن شويه يا جماعه. ايه رايكم بقى في الطريقه دي؟ والله حلوه قوي. هتخلي لكم بصوا الرز بلبن دوت مفيش حد بص هيقعدوا يتخانقوا عليه ومش هيفيد اي حاجه. اه زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى دلوقتي خلاص خلصت احط بقى زي ما انتوا شايفين اهو زبده بلدي من على الوش. ما عندكيش برضو زبده بلدي مفيش اي مشكله، حطي اللي هي السمنه العاديه اللي هي بتاعه العلب، اللي هي الفرم. اي حاجه موجوده عندك بتحطي من على الوش بتديكي برضو نفس النتيجه اهو. بس اهم حاجه ما تنسيش تحطي يعني على الرز بلبن وانتي بتعمليه زبده او سمنه او اي نوع عندك، بتدي بصي بتخليك الحاجه في حته تانية خالص. كده خلاص اهوت. والفرن بقى سخن خلاص. هدخل كل الطواجن ديت واوريها لكم برضو وهي في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. حاجه كده يا جماعه فاخر من الاخر، محلات محلات يعني. لازم تدلعي الحاجه كده وتفرحي اولادك. هدخلها بقى في الفرن واوريها لكم برضو. بصوا اهوت زي ما انتوا شايفين انا مشغله الشوايه من فوق بس علشان تديني الوش. بصوا بقى البقبقه بقى والجمال والسمنه بقى وهي بتسيح وبتديكي بقى الوش زي البشاميل ازاي. حاجه كده ايه متحمره ومتشمره ومتأمره حاجه زي العسل بجد بجد. يا حركاتك يا تركاتك يا ام حنين اهو. بص حاجه كده فاخر من الاخر. احب ادلع الحاجه كده. خلص بقى كل الطواجن دي ونطلعها من الفرن واوريها لكم برضو. بصوا اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ بشاميل ولا مش بشاميل؟ طاجن ايه؟ قولوا له بقى الطاجن ده بره بقد ايه بقى لو هتروحوا تشتروه. بصوا على الجمال بقى والحلاوه. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، يكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى اخوات في الدنيا. عشان كل ما انزل وصفه على طول تشوفوها
ويلا يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم بجد، حاجة كده روائع وروايح رمضان. روايح رمضان، املي بيتك بالخير، اعملي قرص، اعملي رز بلبن، اعملي مهلبية، اعملي كنافة، اعملي بسبوسة، اعملي كيك. كل الحاجات ديت بتخلي الاولاد يفرحوا، وبتحسي كده ان بيتك فيه خير. ويا رب بيوتنا كلنا تفضل عامر يا رب العالمين. يا رب بقى، يلا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله يا احلى اخوات في الدنيا، يا منورين حياتي. ومتنسوش ليا اللايكات والمشاهدة لحد الاخر يا احلى اخوات. ويلا مع السلامة.